في العام 1945 غادر تيسير السعدي دمشق متوجها إلى القاهرة عبر فلسطين بصحبة الفنانين التشكيليين نصير شورى وناظم الجعفري، وعاد من القاهرة في العام 1947 ليصيغ في سوريا تجربته الخاصة التي حرص أن تكون متفردة ولها خصوصيتها، وكانت كذلك. بعد خروج العثمانيين من سوريا انتهاء استعمارهم تركوا البلد بحالة سيئة جدا. آلاف الأرامل وآلاف الأيتام، الجوع، تركوا البلد ضيعة، كانت ما فيها شيء يعني. فتلاقي وأنا حتى لما وعيت على الدنيا كان لسه في آثار الحرب، نهاية الحرب العالمية. مثلا كان كثير وقت ناكل مثلا جبنة يقولوا لنا لا تغرفوا بالجبنة بيطلع دود ببطنكم. يعني مثلا نغسل بالشنان، كان في شنان نوع من مثل بدك تقول انشارشة الخشب، ما كان في صابون مثلا. يعني في أزمة خبز، أزمة في كان مجاعة يعني. فهذيك الأيام يعني أنا ما بتذكرها منيح. انتقلنا على البحصة. بالبحصة الحارة هي لها ذكريات عندي، لأنه صايرة اوتيل أمية هلا الجديد، بتفوت من عنده لجوا في بحصة الجوانية وبحر البرانية. بتطلع من الحارة بدي التفت روح على المرجي، كانوا هنيك دائما ينفذوا أحكام الإعدام بالمرجي، يعني بالمرجي. كانت الثورة السورية سنة 25 بالغوطة، مرة هي ما بنساها، كانوا جايبين الشهداء المقتولين جايبينهم على دار الجمال وصفوهم بالأرض، حطوهم داير العمود. هذا أنا شايفه هالمشهد هذا بالمرجي، يعني هي أيام الثورة. بعدين يعني بالثورة كمان في كان سوق الحميدية، هي كمان بوعاها اسمه سيدي عامود، هذا اللي هلا اسمه الحريقة. كان هون أحسن بيوت بالحي هذا، هو كان بيت البكي، بيت مردم، يعني أحسن يعني. وصارت معركة لأنه الفوض السامي كان قاعد ببيت العظم أخذه. صارت معركة بالبزورية، كان فيها حسن الخراط كمان. أنا أسمع بس وعيانا يعني الأشياء هي سوريا. خلاصة بيجي بقى بس الفن بقى بيجي مشروع لنا نحكي شوي بالفن. بعد أبو خليل الأباني كانوا هون الفن حرام أيامنا، يعني ما في كان المسرح، ما كان في حتى الموسيقى عواد، ما كان في. كان واحد يخجل فين تسهر الناس. كانت حارة اليهود ببيوتها فاتحين بيوتهم، عاملين بيتهم مثل يعني بدك تقول كافيتيريا، بيقدموا مشروب، بيقدموا مازا، بيقدموا. بعدين كانوا في عندهم اوركسترا يغنوا مطربين، في كان بنات كورس يقولوا لهم بنات مكنو، وفي بنات اسمهم كورال يعني بنات أطهش. هذول كانوا وقت يصير أعراس يروحوا على الأعراس يغنوا بالأعراس يعني. المهم بس خروج تركيا من هون صار في عداء، انه خرجوا بشاب هذا، صاروا الناس يأجروا فيهم بالاخص بحلب. يعني بتعرف العوام كذا اللي صفوا مشردين تموا حاقدين، يعني بين لحد هلا صار في يعني شو بدي احكي لك بين العرب عموما والاتراك في صار يعني ما كثير بنحب بعضنا يعني. حتى بالاعلام نحن عندنا تقريبا اذا بنلاحظ بالاعلام ان كان بمصر ولا ان كان هو دائما بنطالع بدور التركي، بنطالعوا رزقه، بنطالعوا مثلا غبي ومتعالي وهو ما بيفهم. دائما مع نجيب الريحاني مثلا، مع نحن عندنا كان حتى فصل بكراكوز اسمه فصل ابو اسحاق، انا كنت مثله. هذا ابو اسحاق هذا بيموت بصيروا بيندبوه، شلون تمات شلون تمات، طوله حصيره وعرضه بساط، يا ربو ليش اخذته؟ عمره ما نصح مسلم، يا ويها علي ويها.
أنا يعني هذا. وكان في شغلة باليهود عنهم، كان في البنية التحتية بالشام. البنية التحتية كانت عجيبة يعني، وما حدا يفهم فيها إلا اليهود، يقولوا عنه إنياطي، اللي يشتغل الشغلة إنياطي، وفعلا كانوا يتقنوها. شلون صايرة البنية التحتية؟ على أساس مثل الأشياء رومانية. نهر بردة كان يجي 7 أنهر، كل نهر يفوت لحي. تفوت للحي مثلا لأنه وقت تلاقي قبل حي من برا في بالأرض باب حديد كبير عليه قفال، تفتح القفال، تفتح الباب، تلاقي جورة كبيرة هيك كبيرة طالع منها مي من نهر بردة. هالجورة الكبيرة في دائرة جور أصغر، عم تطلع المي من هالجورة الكبيرة لهالجوار الصغار. هالجوار الصغار كل جورة ميتها بتروح لحارة لدخلة، لأنه الحارة بتبقى حارة طويلة، في دخلات على اليمين والشمال، كل دخلة بيبقى فيها 4-5 بيوت، كل دخلة بفتلة، في كل دخلة كمان بالحيط تبع الدخلة، في بالباب باب حديد بالحيط، تفتحه هيك بتلاقي كمان مي طالعة جورة أصغر وجور صغار. هاي الجورة الكبيرة عم تسقي بالجور الصغيرة، كل جورة هي لبيت، وكلهم بيكونوا فرشكل يعني واللي شاطرين فيها بيجيبوا واحد يهودي مشان بيقولوا فرضي، مشان ما حدا ياخذ مية أكثر من الثاني. بتفوت المية للبيت، تطلع من بحرة الديار، أرض الديار في بحرة كبيرة بيطلع من النص من هذا، وفي بيقولوا له سبع، النحو والنحو مسمينه سبع لأنه له هيك مثل بيطلع منه مي. هالبحرة لما تملى لفوق، آخر البحرة في فجوة هيك فتحة على الشمال وفي فتحة على اليمين. لما تملى المي، في مي بتفوت بالفتحة على اليمين ومي بتفوت بالفتحة اللي على الشمال. الفتحة اللي على الشمال المية تبعها بتفوت للمطبخ، واللي على اليمين بتفوت للدهليز ورا باب صقاع. البحرة جيت الدهليز بتنزل بالخارج تبع اللي بالدهليز، وتبع المطبخ بتفوت بالخارج اللي بالمطبخ. والخارج في محطوط لما الواحد بيرفص قدامه في جرن طالعة منه المي، والمي كلها نازلة تحت منه، تبقى ماشية من تحت منه. هي كانوا في زمان يقولوا عنها هي بالأتراك، احنا بيقولوا لها خارج، بيقولوا لها بيت خلاء، بس بالتركي اسمه شيشمه، بالتركي شيشمه. ولذلك كان الواحد اللي يروح يحط سيجارة، يلف سيجارة يلف يحطها بإذنه، ريحة يحطها بإذنه بيروح يقولوا هذا مرأة وششماوي بيشرب سيجارة خلاصة يعني. فهذا ما كان يعرفوا، هذا التنظيم هذا كله هلا ما عاد في منه، خرب. المهم يعني أنا اللي عم يلفت نظري الأيام الموقف التركي منا نحن، هالعداء هذا ليش؟ لأنه لما طلع منهم طلعوا بشغلة شيء كتير هزيلة، وطلعوا مهزومين، وهن بينعتوا العرب. كانوا أنا كنت أسمع ينعتونا بألفاظ بذيئة يعني، لدرجة وبعدين إجت قضية سلخ لواء الإسكندرون عملت بيناتنا لأنه مو معقول. أنا كنت أسمع راديو الإذاعة التركية، اسمعها مضبوطة، ثاني يوم فجأة يعني 180 درجة رأسا. يعني في سبب، في أسباب حتى بالعقل اللاواعي يعني. لأنه بتذكر حادثة، أنا عندنا فرقة كشاف، فرقة اسمها فرقة الغسانية بالليك، وفي فرقة ميسلون. اتفقنا كلياتنا انه نعمل جولة بسوريا. طلعنا بهي الجولة، اول يوم نمنا بحمص، عندنا خيام، نصبنا الخيام نمنا بحمص. ثاني يوم نمنا بحما، بعدين رحنا على حلب نمنا يومين. جينا انتقلنا على انطاكيا واسكندرون، هي قبل الحرب كان لسه انطاكيا واسكندرون لسوريا. رحنا على اسكندرون. انا هلا بتذكر اسكندرون خليج، هو البحر فيه هادي. هلا بتذكر شخاتير واقفه على المي مربوطه بحبال، بتسمع هسيس، بس المي هسيس ما في موج. بتذكر اني نمت بشخاتير ولا من شخاتير، والله لعل بكره. بعدين رحنا ثاني يوم على انطاكيا. بانطاكيا دعانا زكي الارسوزي، وهذا قومي، حزب القومي كان ما بعرف شو بسميه،
اسمه حزبه، يعني حزب قومي عربي هو. فصار في خطابات حماسيه، وصار في، طلعنا من عنده مشينا بالشارع الرئيسي تبع انطاكيا. فنحن بنمشي بالشارع الرئيسي بنصير عندنا موسيقى، موسيقى. شفنا الجمهور عم يعيط علينا، يعيط، تحمسنا، صرنا ننشد نشيدة مثلا موطني. بعدين صاروا يضربونا بالبلدوره وبالفاسد، عرفنا اتراك عم بسبونا بالتركي، نحن فهمانين عليهم من هذيك الايام يعني. فاجوا الفرنسيين شو قالوا لنا؟ لا تناموا هون. طلعونا من البلد من انطاكيا، يعني نمنا ليله من الصبح بالليل سافرنا من هذيك الايام. هذا عم اتذكره، بشوف الحوادث هلا لها اساس، كل شيء له، بتطلع اللي بيعرف تاريخ وبيقرا بيعرف. بعدين نزلنا رحنا على اللاذقية لنا يومين، بعدين رحنا على طرابلس، عزمنا عبد الحميد كرامي يومها، وبعدين نزلنا على بيروت، نزلنا على الشام. ايوه، من ذكرياتي بهذيك كمان الايام، نحن دائما كانوا انه يقولوا انه اللهجه الشاميه انه ما تصلح التمثيل. كانوا الممثلين يمثلوا باللهجه المصريه، نحن نقول عنهم محترفين. هذول مثلا كان في واحد اسمه ما بعرف منهم اللي حافظ اساميهم اكثر شيء، منهم شو اسمه، والله عم بنسى اساميهم، شوف الذاكره تبعي انا. خلاصه هذول المحترفين نقول عنهم محترفين، نحن نشتغلوا هذول بالقهاوي، يشتغلوا بالضياع. نحن كنا عندنا نادي يعني مثقفين، نحن نادي تبعنا نادي الفنون الجميله. كان هذا بيت عربي بسوق ساروجة بحي اسمه حي ستي زيتونة. كان معنا، بتذكر اللي كانوا معنا، كان معنا شو اسمه وصفي المالح، العطري، توفيق العطري، خاله شو اسمه نهاد القلعي. معنا واحد اسمه أديب محيش، معنا واحد اسمه علي حيدر، مصطفى هلال، أديب محيش. الناس كلهم ما داوموا، ما استمروا بالتمثيل. عبد الوهاب أبو السعود. بعدين كان في عنا موسيقى، كان في شو اسمه سامي الشوق، كمنجاتي الشهير العظيم، كان عنا بالنادي عضو. كنا نعمل كل اسبوع نعمل حفله اسبوعيه، يجوا يعني كوارث الحارات، مثلا شو اسمه الفخر البارودي، خالد العظم، الناس هذول يعني يحضروا. وكان في رسام اسمه توفيق طارق. ما كان في رسامين تشكيليين الا يزهو الزير ابو ليلى المهلهل، بس ما كان في فن تشكيلي يعني اللي معروف يعني باوروبا. بس كان هذا ترك، واحد اسمه توفيق طارق، صوره هلا عم تنباع بالملايين. كان واقف على المسرح يحط اللوحه، يقول لهم عايروا ساعاتكم، يعايروا ساعاتهم، يرسم ب10 دقائق بربع ساعه، يرسم منظر من دمشق. هدول هلا قبل القيمه نزلوه بالمزاد العلني، ريعوا لصندوق النقابه هذول. احنا قبل ما انا انتسب لنادي الفنون، لما طلعت من الليك، بما اني اشتغلت مع الكوميدي الفرنسيز، حسيت وجمعت رفقاتي اللي هن انور بابا وفهمي وعبد الهادي الدرغزالي واحد اسمه، واجتمعنا اخذنا بنادي كشافني سالون، كان عندهم غرفه، اعطونا غرفه وجبنا كراسي من بيتنا حطيناها. عملنا مسرحيه اسمها عواطف البنين، اعطاني عبد الوهاب ابو سعود. عواطف ما كان في مسرحيات بالمكاتب، وما كان في تاليف عربي، كان كله اجنبي. عواطف البنين هي من المسرحيات. روز اليوسف كانت في زمانها ممثله، يقولوا عنها ساره برنار الشرق، مثلت هالدور. فاطمه رشدي بذكرياتها مثلت هالدور. ليش مثلوه نسوان؟ لانه هو دور مراهق، ولد مراهق، فكانت تمثله بنت، بيعتزوا فيها دور، فعلا دور رائع. وانا مثلت هالدور، هذا الدور مثلته. حتى كان ابو عبد الوهاب ابو سعود بالصاله اجى قال لي انت موهوب، لازم نبعتك تدرس تمثيل. كثير نجحت بالدور اللي بقلي يعني كثير الولد المراهق.
أنا شايف فيلم من تبع تشارلز ديكنز. تعرف هذا كان يعمل تمثيليات مثل دافيد كوبرفيل كذا. الشاب تبع الشوارع يبقى الفلتان بالشارع، هذا شايفه بالسينما قلدته، لبس كسكيت هيك هذا شعورت شوي، كنت انا ضاوي يعني اللي بكسب عطف يعني المتفرج. وهو الدور انه انا بيجي لعند امي تعرفني، انا جاي ولد سفاح، اعطيتني لناس يربوني والناس قايلين لي انه هي امك، وانا رحت لعندها هي عم تعطف علي ما بتعرف ليش، وانا عرفانه انه هي امي. هو حكي كان دور حلو كثير يعني. هذا اللي خلاني بعدين لما شافونا عم نمثل شو قالوا لنا؟ خلينا نشتغل كلياتنا سوا، جماعه شو اسمه هذول نادي الفنون الجميله. قالوا بيمثلوا، كانوا كل جمعه يعملوا فصول من المسرح العالمي، مثلا هامليت، اوتيل، يعملوا هيك، وبنعمل وموسيقى. صابر الصبح ما بعرف كان في مين، مصطفى هلال كان مطرب. هذا كل خميس حفله. بعدين شو بدي اقول لك، نرجع للغه. انا ما كنت احب التمثيل كانوا يجوا الممثلين المحترفين يمثلوا بالمصري. بالشام هون شو اللي خلانا مو بقى ابو خليل أباني انا اللي كان يعني قدوتي بالفن الدراما، الناس فهمانين غلط. لاقول لك ليش. لا. فن الدراما هون كان محرم، وشو اسمه، الفن بمصر العائله الخديويه، لانه الفن الدراما ما في عند العرب دراما، ولا الروايه، فن الروايه ما في شعر، لكن دراما ما بيعرفوها العرب. يعني لاجى ابو خليل أباني كان لسه ما صار دراما، ما بيعرفوها دراما. العائله المالكه بمصر اوروبيين من جوار الاغريق، من جوار اليونان. فلما شو عملوا هن من القديم، من ايام ابو خليل أباني. يمكن هو ابو خليل أباني لما راح على مصر استفادوا منه بالمسرح الغنائي. شيخ سلامه متاثر بابو خليل أباني من المسرح، لانه كان ملحن وله الحان، اشتغل هنيك بالمسرح الغنائي. فراحوا اجى الخديوي بعت شباب موهوبين، شيء لايطاليا شيء لفرنسا، راحوا تعلموا اخراج وفن ومسرح، وعمل كمان جامعه فن تشكيلي. احنا جديده عنا من ايام الوحده، كان هنيك في مدرسه كليه للفن التشكيلي بهذيك الايام نحت وبعدين هن فتحوا ساووا اوبرا. الخديوي ساوى اوبرا مثل تبع ميلانو تمام، لها هلواج عظيمه بتجنن يا حونتها، في هلواج تبع الملك اورولوج، هالمخمل، كل شيء حلو يعني، بناء حلو. فراح جاب الموسيقار العظيم فيردي، قال له سوى له عائده افتتح فيها الاوبرا، عزم ملوك العالم حضروا افتتاحيه مسرحيه فيردي. نحن اعطوهم بطاقات وفتحوا الاوبرا، عنا اعطوا بطاقات لناس ما لهم وراء بالمسرح، كل واحد اخذ بطاقه اعطاها الخدام تبعه، قال له روح شوف. فالرائد اجى شرحه شعطتها متربعه على الكرسي. هذيك ملوك العالم اجوا حضروا افتتاح كلمه اوبرا حضاره، هي كلمه كبيره كثير، افتتاحها بده يكون شيء اكبر من شيء، يعني شيء خلاصه. فهدول هالممثلين هدول صار عندهم فرق. عندك جورج أبيض كان يمثل التراجيديات اليونانية، يوسف وهبي الميلودراما، يعني الشيء المثير يعني. نجيب الريحاني الكوميدي، فاطمة رزقي تعمل الروايات الكلاسيكية رومانسية مثل غدة الكاميليا، مثل الأشياء الحلوة. فهون عنا بسوريا لما طلعت سينما النصر واللي رحت شفت فيها أنا فيلم شارلي شابلين، تعرف هون بتدفع فياع الفلافل، ثاني يوم 20 فياع فلافل بيفتحوا. شافوا السينما مشيت، صاروا بدهم يسووا سينمات. اجى شماس ساوى سينما بالمرجي، سماها سينما الزهرة. بس شو عملوا هن السينما؟ بيعرفوا انه السينما محل ملها لازم يكون تياترو، يعني لازم يكون في مسرح، في الشاشة، وفي صالة، وفي الواج. الواج هي في الصالة هيك، والمسرح هنيك، وفوق هيك على الداير في الواج، وكل لوج له باب لحاله مستقل
في طاوله واربع كراسي وفي سماعه بتعلق الاواعي، تفوت تتفرج على الفيلم او مسرحيه باللوج، ياخذ واحد حريمه يقعد باللوج. صارت يعملوا كمان عملوا سينما سموها سينما امبير ببوابه صالحيه، سينما العباسيه بجسر فيكتوريا. القصاع لأن العالم الحقيقه هذيك الايام هو ما كان في سهر بالشام تحت، بيت السهر كان يروح على القصاع كله، اللي على عشيه مثل زحله تروح هالمقاهي، قهوه العائلات، قهوه كذا، هالطاولات، هالمشاريب، كانك في زحله تبقى يوم الاحد القتل ما بتلاقي محل يعني. عملوا سينمتين، سينما قصر بلور، واحده اسمها همبره تمت هنيك لفتره هدوها ما صار لها زمان، تعرض افلام صامته هدول. فتجي هالفرق بقى وهن الشاشه حاطينها على مسرح في جوا غرف ولو باب خارجي، يعني بيدخلوا للمسرح من باب من برا، يعني عاملينها تياترو مضبوط. اجت الفرق المسرحيه، نحن بصفتنا انا اللي مرق بالمسرح انبسطت كثير. اجى جورج ابيض اشتغل مثلا يعمل كل يوم مسرحيه، يوم عمل مثلا اوتيل، يوم عمل مثلا مكبس، يوم عمل لويس 11، عامل شغلات. اجت الفرقه مثلا يوسف وهبي، اولاد الفقراء، اولاد الزوات، راسبوتين، الولدان، يشوف يعني. ويجي مثلا فاطمه رجلي تيجي تعمل غدة الكاميليا، سيرانو دي برجراك، ما ادري شو مولير. هالفن المسرح الكلاسيكي والمسرح الواقعي والمسرح الرومانسي، ملايين لعباقرة كتاب العالم، فلاسفة العالم، شعراء العالم. نحن هون جمهورنا ممثلين مو شايفين. شغلة متعة. أنا شايف بمصر ما خلوهم يسافروا، جابوا لهم كل شيء لعندهم. ليش؟ صاروا وقت تيجي الشتاء، موسم الشتوي، تنتقل فرق قومية، كمان فرق قومية كانت كبار الممثلين فيها، فرق عظيمة كانت. تروح الفرق القومية تشتغل مسرح الأزبكية، والفرق القومية يجوا يأجروها لفرق أجنبية. أنا وقت كنت بمصر شفت فرق أجنبية. لورانس أوليفيه اشتغل مسرح هاملت بمصر. يعني الجمهور المصري بس بالموسم الشتوي يشوف بالأوبرا، يشوف مسرحيات احنا ما نشوفه. فأنا هون لما يجوا المسرح على خطرة اجت، كان هون اجى نجيب الريحاني، مو نجيب واحد بيقلده ما بعرف شو اسمه، بس بيعمل، كان نجيب الريحاني كشكش بدقن، بيشبه كثير تبع الكتاب اللي بيعمل عبد اللطيف فتحي. هو اشتغل مع كشكش عبد اللطيف فتحي. كان قبل ما يصير نجيب الريحاني يلبس بدله وهيك، كان كشكش دقن، كفرة عمر بلص اسمه. وعنده اغاني السيد درويش عمل اغاني له لنجيب الريحاني لمسرحه، افتتاحيه المسرحيه وقفله المسرحيه والاغاني اللي بالمسرحيه كلها من شو اللي جانا ضيف من فلسطين من نابلس، شو قال لي روح احجز لنا في هون على التياترو، في حجز لنا بطاقات عشان بياخذ ضيفه يعني. والله رحنا احنا وياه حجزنا، وقعدوا بالصاله، وقت فتحوا ستار عملوا غنية الافتتاحيه، طلعوا بنات شيء مظلط شيء مشايخ تفاجئوا. تبقى في الناس بتبقى زمان تحمل محرمه كبيره كبيره، قاموا المحارم حطوا لفه بيحطوا محرمه عليها حتى يعني ما يشوفوا. فهذا انا كثير استفدت، انا من صفتي بحب المسرح، اجي للمسرح بس تيجي فرقه اللي بدكم شيء عاوزين شيء، وروح جيب لهم مطعم الامراء صحن حلو مثلا كول سكور كموره ضيفوا، فيجوا يحبوني يعني. هنا انا كان ما بعرف ايش يحبوني، يخلوني فوت اقعد بيناتهم بكواليس يعني، بيعطيني الملائم يعطيني نص. هلا عندي ما كان في لنا مسرحيات، هلا عندي انا نصوص معطيني والملائي. لكن المسرح انا شفت فقد حلاوته المسرح. هلا الحديث ما بعرف يعني، انا ما بتصور كنت المسرح بلا كمبوشه. المسرح انت قاعد هيك بتلاقي في كمبوشه الملائي، انت بتشوفها من تحت هيك، بس هي تعلن مسرح بس تحط كمبوشه بتعرف انه تياترو مسرح. ولا ما كان في برداية كهرباء، كان البرداية أو يدوير في حبلة،
كان يجي هذا مخصوص يحضر البروفات. دائما انا حامل، لانه شكله هو ماسك الحبلة بده يتخيها باخر الفصل، شكله حلو هيك كل مساحة. مع ريحة المكياج يبقى المسرح له ريحة بجنن. فحلاوة الستارة اللي هي مو اذا نزل حامية برر تنزل، احيانا بتنزل بوي طاق بتوقف بعدين بتنزل. واحدة مثلا تنزل هيك بتوقف، يعني تقدر تخلي الستارة تشتغل مع الحدث الدرامي كانت يعني. اي فنحن هون انا كنت ما احب انه كنا بالصيف ما كان في مدارس يعني يحطونا اهلنا بسوق الحميديه، كل عيله لها قرايب تاجر بسوق الحميديه. انا اهلي لهم محل بسوق الحميديه دول بيجانوا عندهم محلات ملابس نسائيه بيبيعوا اقمشه، بيزربونا بالصيف. سمعت هنيك يزربوني هنيك بالصيف. سمعت هنيك واحد اسمه عبد السلام ابو الشامات، كان لقيته قاعد عم يتمرن، عم يقول الموسيقى ما ابدع. قلت له شو هذا عبد السلام؟ قال لي تمثيل. شو تمثيل؟ قال لي ايه، نحن قاعدين واحد اسمه انور مرابط بنروح على شيء بنعمل بروفات، خذني معك. كان تعرفت هنيك على فهمي، كان يشتغل مع انور مرابط. هذا انور مرابط بيعمل فصول مضحكه بيساويها بالحفلات. ونحن بعدين انا وعبد السلام ابو شامات، بما انه صرنا بسوق الحميديه، لانه علمونا بيجردونا على التجاره، فكروا انه بيبعثونا اللي بنشتغل عنده بيبعثنا على البنك، بيبعثنا. انا هذيك الايام كان صاحب اللي هي يحط على ظهري قماش بده واقف هيك مشان من هون مخصره، مشان النسوان يشوفوها من وراء، انه يعني شلون على اللبس. لبسني اياها هيك، حط لي على كتافي مسيخ خصرك هيك، وقفني هيك يشوفوني من وراء النسوان. بعدين النسوان يخطبوا يقولوا لي لك اخوات بنات، وكان يخطبوا الخال. خلاص انا وياه صرنا نجيب نروح نجرب نعمل شوارب، وين في تلبيسه وين في كتاب، نروح انا وعبد السلام والشباب نساوي فصل مضحك، الطبيب والمريض، الاستاذ فحفوشي، يضحك الناس يعني. ونفوت نعمل مكياج بالقلم الحواجب انا وعبد السلام ابو الشامات. اجى انور رابط مره كنا بالمحل شفته راح رقد ورجع، قلت له شو قال لك؟ قال لي هلا على العيد بده يعمل رحله فنيه، بدي نروح معه. قلت له وين؟ قال لي بيروح على لبنان. قال كان تجي لعنا؟ انه بنجي. جانا مكتوب برقيه الاحضروا حالا الى النبطيه. نحن اسمع من النبطيه. رحنا على بيروت، اخذونا على النبطيه، لان اعلانات الليله ولا كل ليله الفرق الشاميه وكذا. لك ما في وين كاتب انه 20 ممثل وممثله، ما في حدا غير هو وواحد معه اثنين وانا وحسام شمال. قال هي الصوره اللي حافظينها، تعالوا قولوها هون على المسرح. بالعيد تعمل كل ربع ساعه نص ساعه دور، بيروحوا بيجوا دور غيرهم. شلون بيحطوا مثلا بالعيد ضبع، بيقولوا هلا اكلوا هي على الحلاوه طريق جوبار، بيفوتوا ناس بيشوفوا الضبع بيطلعوا، لا بيفوتوا بيشوفوا الفصل بضحك ويطلعوا. يعني طول النهار عم يشتغل، ما بيفوت، واقف هو بيفوت بقرشين ونص بفرنك، 2 بفرنك، 3 بفرنك، ما فرق معه بس بجمع. بس هو طبخ لنا بدنا عيد رمضان ذبايح، مليان ذبايح، طبخ لنا فاصوليا حاب بدون لحمه. لكن ناكل سكر ما في، قال لي ما معنا لحمه. بعدين طعمنا ثاني يوم دبلنا عليها برغول. قلت له تعال لك عبد السلام انت زلمه. قلت له اخي انت عم توشنا. قال تعال وقف على الباب وخذوا الغله شوفوا اذا كان شيء. وقف نحن على الباب. طلعت غله يومها 6 ليرات. ضبينا عشان نجي هربنا انا وعبد السلام ب6 ليرات. نزلنا على بيروت ونزلنا باوتيل مينا هاوس. وبعدين رحنا على زحله. ورجعنا من زحله وكفونا 6 ليرات. ايام كان رخص.
هون على هالخشبة، خشبة مسرح معهد اللهيك، تحدد مستقبلي. اي نعم، حدد مستقبلي. أنا بنادي الفنون الجميلة انتقلنا من ستي زيتونة لناحل شو اسمه الطلياني. هنيك أخذنا بيت وعملنا نادي، صرنا نقدم مسرحيات. من جملة المسرحيات قررنا نعمل مجنون ليلى تبع شوقي. مين بده ياخذ بقى الدور؟ كان في دكتور اسنان اسمه الدكتور عادل السمان، كان عم يدرس لسه. في انا بدي تساوي دور قيس. انا قلت له انا بدي اساوي قيس. ما كلياتنا نحن اعضاء بندفع اشتراك. نحن احسن شيء انا باخذ دوري بحفظ وهو يحفظ. نجي بنعمل بروفا. بتشوفوا مين احسن تعطوه الدور. فيها شيء هو اخذ. انا رحت اشتريت المسرحيه. بقى كان لموعد نعمل البروفا شي يومين ثلاثه. صرت اقعد بشارع بغداد، كان في كراسي هيك اقعد روح حفظ دوري دور غيري. والله حفظت وانا شايف احمد علام على المسرح عامل مجنون ليلى، احلى من قال شعر. بعدين عندي اسطوانه لممثل فرنسي اسمه جيرار فيليب. هذا ممثل كان جميل الصوره جدا، وعامل مسرحيه اسمها الابيض والاسود لفيلسوف ستاندال اسمه. هي مسرحيه كان فيلم مشهور، هو حلو كثير عملها. خوري حلو جميل بحبه، بصير قصه غراميه، قصه حلوه. وهو بيقول المسرحيه شعر كلها، هو بيقول شعر، عامل شعره مسجلين له شعره على الاسطوانه. كان عندنا واحد بالاذاعه ارمني اسمه افوديسيان قاعد بالاسطوانات، هو اعطاني الاسطوانه اللي اسمعها، اسطوانه فيها شعر بالفرنسي لجرار فيليب. نغمة الشعر شلون بيقول الشعر التمثيلي، الأداء، الشعور العاطفي. لو كان اللغة ما عم بفهمها، باللغة شعر غميق، لكن استوعبت من الصوت من أحمد علام. والله أنا فت عملت والله شو هذا؟ فؤادي بين أضلاعي غريب. هيك يمكن هي ينادي من يحب فلا يجيب، فلو النبي بالحصى فرق الحصى، وبالريح لم يسمع له النهب، ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي الذنوب. قلتها بعاطفي، ما بعرف شلون قلتها، أنا اختيار. قال لي خلي لك الدور. أخذته وحفظته كله. هلا بقول لك فصل منه له. هلا مثلته في شيء بالدنيا اسمه قراءة مسرحية. هي قراءة مسرحية بأوروبا معروفة. مثلا ممثل مثل لورانس أوليفيه بيمثل هاملت مشهور فيها، بيقولوا إنه بده يقرأ لورانس أوليفيه المسرحية هاملت على المسرح، هو يقرأ يحطها يقراها كأنه حكواتي كلها، يصير حجز عليها بالأشهر، يقرأ أدوار كل الممثلين. ولذلك أنا بما أنه كنت كراكوزاتي حافظ كراكوز وبقلده وبعمل عدة شخصيات بكراكوز، ولذلك صرت حفظت مجنون ليلى بكل الشخصيات. بقدر أقول لك هلا أقرأ لك إياها قراءة مسرحية كل دوري ودور غيري، وحتى دور ليلى كمان. خلاصة إجي وقت مثلنا المسرحية افتتحها كان الشيخ تاج وهو رئيس جمهورية، ورحنا وقت رحنا قدمنا له بطاقه للشيخ تاج. هو لا تشوفه الشيخ تاج تقول له رئيس جمهوريه، كان زلمه متواضع يعني، بيته بالحلبوني ما غيره. ووقت تجوز بنته لمنير العجلاني صاروا كان هو رئيس وزراء، يمكن صار رئيس جمهوريه. شو قالوا لنا بالنادي؟ لكن تعالوا نعمل له شعر نمدحه، نروح لعنده على البيت بركي بيعطينا مصاري ما عارفين ثمنها مشان ندفع اجره فعملنا له شعر قالوا لي انت قولوا. رحت قلت له الشعر هيك بين ايادي، وانبسط حطني جنبه وطعمني بوظه، اعطونا وقتها 300 ورقه. لا دحرحنا. السادة يا كرام، وقف عمارة على صهوة جواده وراءه رجاله وأولاده، وشهر حسامه بوجه عنترة وصار يمشي على حصانه بخترة. عنترة عم يقزم غيظه وساكت على مضض، إلى أن قال له عمارة بذيء الكلام وتهموا بالجبن بين الأنام. بشر سمعونا. ولما سمع عنترة كلام عمارة صار الضياء
في عينه كالظلام وهان عليه شرب كأس الحمام وقال: يا عمارة، إنك أذل وأحقر من أن تشهر في وجه الحسام أو من أن تقاومني في مقام. وأنا والله لولا حرمة الحضور لأزلت البصر الذي بعينيك وأطلت رأسك من بين كتفيك. فلما سمع عمارة من عنترة هذا الكلام جرد الحسام وهجم به على عنترة. الله يقويه فشر. هلا عنتر بيطير راسه وبيجيب خبره من أساسه. سمعنا أساسه. شو ما في حكومة عمل. وقال عنترة لعمارة لما انهجم عليه: ويلك يا عبد السوء يا فاقد الأدب. من كتر ما بتشبب بليلى قيس أبوها بيغضب بيجوزها من بيت عائلة سقيف لواحد اسمه ورد، وبيخلص بقى من حكي الناس. يعني هون الدور رجليه تاخذوا لقيس لمضارب ليلى، فبيفوت وبتصير هنيك بيطلع بيشوف بيوصل لمضارب ليلى، بيحكي بيشوف ورد بيقول له: أهذا أنت ورد بني سقيف؟ بيقول له: نعم، والورد ينبت في غباها. بيقول له: ولم سميت وردا لم تلقب بقلام العشيرة أوضاها. بيقول له: وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها. قال له: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها؟ قال له: نعم ولا يا قيس، بل لابد من لا. هو نعم. هبها: نعم يا قيس، هل مع الحلال من تهم؟ أجل قبلتها من رأسها إلى القدم، تلك لعمري قبلة الحمى بلاء وسقم، أو قبلة الذئب إذا الذئب على جسم. بعدين بالاسم قضية حديثي ما خط مثله القلم، لا الأهل يدرون به ولا الخدم. شعرك يا وربما جئت فراشها فخانتني القدم. شعرك يا قيس أصل البلاء جنى علي والشرم، هيبها جعلها كالصيد الحرم، وهبتها للحب وقيس والألم. ليلى هناك من تحبين هنا. بيطلع بقى بصير حوار بينه وبين ليلى، شغلة طويلة. هي يعني شغلة هذا شو بدي أقول لك، يعني بدي أنا التمثيل المسرح الشعري عظمته أنك تقول شعر وتنفعل بس ما تطلع عن الوزن. أنا اللي قلته تم مع الوزن. خلاص هم وقت هالمسرحية قرروا إنه أنا أروح لمصر أدرس تمثيل بالمعهد تمثيل. هيك قال لي شكيب الجابري. يعني وقت لما لي يعطوني شيء الفراغ، هو أعطاني من أعطاني إياها منه ما بعرف شو. أنا شو أنا كان بالبيت عندي شنتاي هفتاني، ما عندي غير طقم كنت ألبسه بالصيف والشتاء. يعني كنا من زمان من كتر الطفر بعد الحرب العالمية كلتنا لابسين جرابات، ما حدا عاد رقع جرابات. كنا نرقع جرابات ما بعرف، كنا نلبس الجاكيت حتى يصير يلمع، ناخده نقلبه كل جيبي على الشمال تصير على اليمين. ينهار البنطلون يلالي ما نكبه نخليه نلبسه بالشتاء نلبس فوق من البنطلون ما ببين. يعني كانت الحالة هذا ما في. أنا أخذت الشنطة فيها قمصين ثلاثة ورحت. فحجزت كان رحت عن طريق فلسطين. كانت فلسطين فيها لسه الإنجليز، كان الاستعمار الإنجليزي موجود في فلسطين. كان قطار يروح على جسر بنات يعقوب يروح على حيفا، رحت أنا بالقطار. بالظاهر اليهود كانوا يعملوا وقتها أشياء يعني إرهاب، يحطوا يحطوا متفجرات يحطوا ضد الإنجليز ولا كانوا مفجرين محطة جسر بنات يعقوب. وقت وصلت أنا لهنيك رجع القطار، رجعت أنا على محطة الحجاز. لما رجعت على البيت قال لي رجعت والله هيك ثاني يوم رحت حجزت بباص وصلنا على حيفا. نزلت بحيفا، حجزت بالحيفا بقطار سريع يعني هيك بصير اكسبريس، يمكن نص جنيه والله بجنيه بالكثير. يعني ال1000 ورقة طلعوا معي، كان الجنيه ب10 ليرات، ال1000 يطلعوا لهم قديش بيطلعوا؟ إذا الجنيه ب10 ليرات بيطلعوا لهم 10 يعني ما بعرف ايش طلعوا. يعني الجنيه كان مدير مدرسة معاشه بالشهر 3 جنيه، لما بده يكون معي أنا
مثلا 200 جنيه 300 جنيه يعني تمام. هي خلاصة سافروا معي ناس بتروح على الحج، كانوا ناس يروحوا على الحج يروحوا من السويس يمكن يركبوا باخرة. أنا بما أني ما بعرف الغربة قبل المرة، اندحست بالحجاج. نزلوا بحيفا نزلت معهم، فاتوا على الأوتيل. لا لما نزلوا بالقاهرة باب الحديد نزلوا، نزلت معهم يا سيدي. وصلنا على حيفا وحجزنا بالقطار درجة ثانية، حجزت يمكن جنيه. وبعدين وصل القطار لباب الحديد. اساسا كان لسه الانجليز بفلسطين، يعني اليهود كانوا لساتهم بفلسطين، وانا اعطوني فيزا لفلسطين، فيزا ترانزيت 3 ايام. 3 ايام هذا انا هلا اجت ببالي، 3 ايام يعطوني اياهم مضيهم بفلسطين. عبد السلام ابو شامات اللي تعرفت عليه بسوق الحميديه كان يروح ياخذ من هون علف يبيعه لليهود ساكن بيافا. كنت نام عنده 3 ايام بيافا ببيته، وياخذني عشان يروح لصار بتل ابيب. يعني هي قصه ثانيه بحكي لك اياها. المهم وصلت لباب الحديد بالقاهره. تعال بقى وين بدي اروح؟ اعطيني مكتوب شارع عبد العزيز لواحد بيبيع ادوات كهربائيه. رحت لعنده، سالت اخذت تاكسي توصلني حطني عبد العزيز. قريت لقيت هو. اخذ انا معي مكتوب من ابوه لانور البابا. ابوه انور البابا لانه ابوه هنيك في حسني البابا خطاط. ابوه لسعاد حسني نجاة الصغيره، اسمه حسني البابا، خطاط شقري فنان يعني بشارع عبد العزيز. رحت لعنده، فت لبيته، كان اولاده صغار، عامل منهم اوركسترا موسيقى بالبيت. وحتى هو اعطيته المكتوب اللي بعث له اخوه. اجى هذا بقى اللي اخذني لعند حسني بابا، قلت له لاقي لي محل نام فيه. اخذني قال لي حباضة لمصر الجديده، في مصر الجديده اسمها هليوبوليس. قال لي هنيك في فيلا وحده حلبيه عندها فيلا بتأجر اوض، راح باخذك استأجر لك اوضه عندها. والله ركبنا في مترو، بس مترو فوق الارض، وصلني لهنيك وبلا عندها. فتنا فيها فعلا، اخذت اوضه عندها وسوى لي ابو نيم مشان طالع مصاري، لانه قال هنيك بيبقوا كاتبين بالتراموايات احذر النشالين ب3 لغات. يعني انا من هون تحضرت سويت صدريه تحت جاكيتي فيها جيبي بحط المصاري. انا ما بحذر المصاري بس بخاف عليهم بتبهدل بلاهم. خلاص تعب. رجعت بدي ادبر حالي بالمعهد وما معهد. رجعت بالليل، عرفت انه علمت انه شارع الرشيد بنزل بالليل. طلعت بالليل، في الرشيد وفي الرشيد. نزلت تايه، انا نزلت من المترو تايه، ودور بالليل هيك حتى طلع لي واحد من حلال، والله اللي تعال انت من الشام باين عليك غريب، تعال دلك، دلني وراح معي ووصلني لمطرح. قلت له في بانسيون هيك دلني وفوتني. والله ما في الا تلاقي اهل الخير. انا سبحان الله ما بعرف يعني وش الفتوح، الله وين ما راح بيبعث لي ناس حلال. لما فت عندها، فت على اوضتي، فت لقيت بالصالون، عندها صالون في البنات تبع الانجليز اللي بيشتغلوا بالجيش الانجليزي. الصالون كله دخان، فاتحين الويسكي عم يسكروا وعم يحكوا يضحكوا ويكركروا. انا سليت لاوضتي، فتحت الشنطه بدي فوت على الحمام، بدي اطلع من الاوضه، خايف اطلع من بيناتهم. تميت ما طلعت على الحمام لا راح. فزيت الصبح قلت لك ليش هيك؟ انا بعدين في واحد اسمه عنده مظفر الجزائري. مظفر الجزائري هذا جزائري سوري هون، يبقى والجزائريين ما نزلت عنه، اعطتهم فرنسا الجنسيه الفرنسيه، تموا الفرنسيين بياخذون عسكر اجباري. هذا مظفر يبقى جميل، يقولوا عنه رودولف فالنتينو، بيشبه رودولف فالنتينو تمام، هالسمار هالشكل، يبقوا مصورين يصوروه يحطوا صوره بالواجهات فعلا. اخذوه معهم الفرنسيين لما تركوا البلد هون، طلعوا من سوريا من هون على القاهره، اخذوه معهم هذا لانه هو جنسيته فرنسيه، وعملوه كابتن طيران، اعطيتهم طيران.
مجمع حواليه البنات كلهم، هو شاب ظريف وقاعدين بقى شفت ابو ليل مظفر شو انت هون والله ونست يعني. تركته بقى ونزلت لوين؟ نزلت على القاهره، وين قالوا لي رحت لحتى اعطوني مكتوب لسليمان نجيب. سليمان نجيب كان ممثل ومدير اوبرا. فت على الاوبرا شو عظمه هون. شفت انا جاي من الشام جايب رساله لسليمان نجيب. والله فت لقيته قاعد ورا الطاوله، اهلا وسهلا، ناولته. اراه من شكيب الجابي صديقه. اخذ التليفون، حكى زكي طليمات، قال له في شاب جاي يدرس تمثيل من سوريا، قال له خليه يجي يوم كذا، في عنا فحص القبول. مثل عنا هم بيعملوا فحص القبول، الواحد يقول شو بتعرف، هو بالشعر وكذا لحتى يقبلوه يعني. هن كانوا بدهم بكالوريا، انا ما كان عندي بكالوريا، كانوا يقبلوا الغريب بدون بكالوريا. فرحت انا على اسمه شارع اللازولي كان اسمه، رحت لهنيك انا لقيت شباب وبنات كثير. الدفعه اللي كنت فيها انا كان فيها سميحه ايوب، كان فيها فريد شوقي، كان فيها فاتن حمامه، كان فيها سعيد ابو بكر، كان فيها هذول المشهورين يعني، صلاح نظمي، شو اسمه صلاح مدري ايش هذا. هي الدفعه اللي انا كانوا هذا سوا. قال لي شو بتعرف؟ له انا عامل بالشام مسرحيه مجنون ليلى. قال لي قول شو حافظ. اخذت بنت من البنات هي عملت ليلى وانا قيس، نقبلت صرت داوم. والله المسألة كانت الكلية ما ادري شيء زمان ما كان عندنا هون. كان اللي يعلمونا كان طه حسين محاضر بالمسرح اليوناني القديم، وكان عندنا علي رضا اللي صاحب فرقة رضا للرقص، هي مثل فرقة كراكلا، هذا كان استاذ رقص عندنا. وجايبينا واحد فرنسي يعلمنا الشيش، لعب الشيش. وكان يعني في تاريخ وفي جغرافيا وفي علم نفس وفي لغه، يعني دراسه مضبوطه يعني ما جامعه. فعلمونا كمان اهم شيء أنا شو قال لنا زكي طليمات؟ قال الممثل 90% منه القاء والباقي تمثيل، لان الانسان حيوان ناطق، بل الحكي ما بيسوي شيء.